أسعد الله مساكم بكل خير. مسواك معكم أنا علاء مجلد من أمام أحد العصارات المتنقلة أعلى تروسيكل. شاب استطاع أن يصنع لنفسه مشروع داخل محافظة سوهاج، تحديدا في مدينة تحت شمالي محافظة سوهاج. نموذج من أحد الشباب الذي استطاع صنع لنفسه مشروع كما حضراتكم تشاهدون الآن. نتعرف على الشاب وايه الفكره جات له ازاي انه يصنع مشروع عصاره قصب متنقله باحد شوارع محافظه سوهاج. نتعرف بيك. اسلام محمد احمد عبد الله موسى من عنيبس. اهلا بيك، احسن ناس. احسن الله يخليك. الفكره جات لك ازاي يا اسلام؟ فكره المشروع المتنقل والله هي فكره مش عايزه حسبه. انت بدل ما تنام في البيت، المبلغ يعني بسيط مع اي حد، انت ممكن تفتح اي مشروع بيه سهل. المهم ان انت ما تنامش وتقعد في البيت وتقول ايه الرزق هيجيني ازاي. اسعى وربنا هيكرم. الدنيا غاليه، انت هتبيع بالغالي، مش هتبقى الدنيا غاليه وانت هتبيع بالرخيص. بيع بكام كوبايه العصير يا اسلام؟ والله كوبايه العصير ب3 وب4 وب5 وفي ب7، وشايف في حاجات نظيفه يعني. واللي مش معاه انا بديه. معاك مش معاك بتيجي تشرب. جزاك الله خير، ده ميه وثواب. والله العظيم معاك مش معاك. انا ممكن اتحط في موقف وقعت مني محفظه، اتحط في موقف وقعت مني محفظه، هضطر ان حد يروحني. فالواحد بيعمل عشان برضه ممكن يتحط في موقف تلاقي حد ابن حلال يقف معاك الوقفه اللي انت توقفها مع اي حد. ودي شغاله بايه يا اسلام؟ ده موتور رافع اللي هو بتاع الونش، شغال بتعمل له تحويله على الموتور، وشغال مارش وبطاريه، وفي دينامو اللي هو بتاع العربيه بيشغل المارش. اسلام، انت من النماذج الواحد سعدت النهارده باللقاء معاك. انت حابب تقول ايه النهارده للشباب اللي هو بيقول ما فيش شغل او مش